السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. معاكم منى عبد العزيز، ودي قناتي. لو اول مرة تشوفوها انزلوا تحت الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة الكبدة الاسكندراني او طاسة الكبدة. طريقتها سهلة جدا في منتهى السهولة والبساطة، وعلى الرغم من كل ده طعمها مميز جدا ومختلف عن اي طريقة تانية. هنعمل لها تتبيلة حلوة قوي هتعجبكم. يلا حبايب قلبي نسمي ونصلي على الرسول وندخل بقى على وصفتنا النهارده. بس لو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وتكتبوا لي كومنت حلو. يلا نعمل بقى مع بعض ألذ تتبيله للكبده. معايا دي الفلفل اللي انا عاملاه على التوم. ده اللي هترجعوا له في الفيديو بتاع التوم. انا كنت عامله فلفل مع التوم الاحمر زي ما انتوا شايفين كده، وكنت مكيساه. تقدروا تجيبوا كمية من التوم، مثلا 5 فصوص من التوم، معاهم قرن شطة حراق او قرن فلفل عادي لو انتوا حابينه سبايسي او عادي زي ما تحبوا. ومعايا هنا كمون، ومعايا كزبرة، ومعايا ملح وفلفل. كل الكلام ده بعمله بقى معايا في الهون زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. لو في الكبة مفيش مشكلة، بس طبعا اهم حاجة الكبة ما تنزلش مية، يعني تضربوها ما يكونش فيها اي مية عشان تحسوا بالتتبيل. وهنا حطيت معايا معلقتين من الخل. يبقى انا حطيت توم وفلفل حراق وكزبرة وكمون وفلفل وملح، وبعد كده معلقتين خل، وبعد كده بضيف نص التتبيلة دي على الكبدة وبقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والنص التاني هستخدمها وانا بسويها. خلاص. معايا طاسة على النار فيها شوية من الزيت حلوين كده، يعني كتروا الزيت شوية. وبعد كده باخد معلقة من التتبيلة اللي معايا، ومعايا برضو قرنين من الفلفل معاهم شطة. دول برضو بنزل فوقيهم مع التتبيلة على طول. خلاص بقلبهم شوية كده يا دوب يتشوحوا بس ريحتهم تطلع. هبدأ بعد كده أضيف عليهم الكبدة على طول. لما بضيف الكبدة النار بتكون عالية جدا، ويا دوب بفردها في الطاسة كده، افردها بعيدة عن بعضها كده، وبسيبها ما بقلبهاش غير لما بتاخد معايا صدمة عشان ما تنزلش معايا مية. لو نزلت مية هتبقى ريحتها مش كويسة. تعالوا اقول لكم على حاجة بقى. الكبدة يا بنات ما بتتغسلش، الكبدة عبارة عن تجمع دموي. لو غسلتها هتعمل معايا ريحة زفرة. ممكن احط على الكبدة وانا بتبلها معلقة واحدة من الطحينة. وانا بتبلها بحط التتبيلة بحط معلقة واحدة من الطحينة. الطحينة بتغطي على أي ريحة في الكبدة وبتخلي طعمها حلو، وهي بتعوض عن مرحلة الغسل والنقع في الخل. خلاص. أنا هنا كده بقلب الكبدة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. زي ما قلت لكم النار لازم تكون عالية عشان تاخد صدمة. وطبعا يفضل ان الكبدة تكون فريش من عند الجزار، وبرضه لو حابين تقطعوها تقطيع عصافيري قطعوها. انا بصراحة سبتها بتقطيعة الجزار. خلاص. انا برضو عملت معاكم الكبده الاسكندراني برضو بطريقه تانية، هتشوفوها برضو موجوده على القناه لو حابين ترجعوا لها. بعد كده عصرت عصره ليمون وطفيت على الكبده. انا بعصر عصره الليمون وانا بطفي، وممكن وانتوا بتعملوها سندوتشات تعصروا عصره الليمون. هنا هنعمل مع بعض الطحينه. معايا نص كوبايه من الطحينه نزلت عليها بربع كوبايه من الميه. برضو بنزود الميه على حسب الطحينه معايا. ميه عاديه جدا. خلاص بفضل اقلب فيها لحد ما بلاقي القوام بتاعها او السمك بتاعها خلاص بقى تمام. انا حسيتها تقيله شويه اديت لها برضو نقطتين كمان من الميه. نزلت معايا بمعلقه صغيره من الثوم المهروس، ومعايا شويه من الخل معلقتين، ومعايا عصره ليمون. وبقلب كويس كده مع بعض. طبعا اديت لها رشه كمون. هنا كده خلاص الطحينه معايا خلصت. وهنا كده بوريكم برضو ان الكبده خلاص استوت. الكبده ما بتاخدش سوا كتير يا بنات، ما بندوسش عليها قوي في السوا. خلاص.
وهنا برضو حمرت معاكم بطاطس، وبكده خلصت طبق الكبدة اللي انتوا شايفينه ما شاء الله شكله حلو جدا، وطعمه وريحته حلو قوي قوي. وزي ما قلت لكم ما تخافوش خالص، الكبدة مش هتكون ريحتها زفرة ولا اي حاجة خالص، ولا بتتغسل ولا بتتنقع بخل ولا بحليب ولا الكلام ده خالص. زي ما انتوا شايفين، بكده انا خلصت وصفة النهاردة. يا ريت تكون عجبتكم، لو عجبتكم ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، ويا رب اكون قدرت افيدكم، وان شاء الله بإذن الله اشوفكم في وصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.